بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. علمنا قبل يومين أو ثلاثة باستشهاد العالم الأفغاني رحيم الله حقاني في عملية غادرة على أيدي الخوارج، حيث لقي الله تعالى شهيدا على يد آثمة، وهو عالم جليل من علماء المسلمين، وله جهود بارزة في نصرة عقيدة أهل السنة والجماعة الماتريدية، وهو من أئمة الحنفية في تلك البلاد. أمضى حياته في العلم والتعليم وفي طاعة الله عز وجل وفي تعظيم الله سبحانه وتعالى. طالبان التي أعجزت أمريكا واضطرتها إلى الخروج صاغرة آنفة، بعد جهاد دام ما يقرب من ربع قرن. خرجت أمريكا وهي الدولة العظمى الأولى صاغرة ذليلة أمام هجمات هؤلاء الأبطال المجاهدين، حنفية، ماتريدية، نقشبندية، وقادرية من أهل السنة والجماعة. العام الماضي أو الذي قبله جاء واحد من المجرمين فجر نفسه في مولد، وهم يحتفلون بمولد سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصور كانت منشورة والتسجيل الفيديو موجود. أثناء قراءة القرآن قام أحد المجرمين بتفجير نفسه في ذلك المكان. لماذا؟ لأن أمريكا لا تريد الاستقرار في هذه المنطقة، وما عجزت عنه أمريكا بالسلاح والقوة الباطشة النووية ترسل الآن ما يسمى المكافحة الحيوية، وقد تحدثنا عنها سابقا، وهي إحدى وسائل علم الزراعة الناجحة. حينما تبيد الحشرات بالمبيد الكيميائي تموت الحشرات، ولكن أنت تضر البيئة وتضعف المنتج. فالحل ما هو؟ أن يأتي بحشرة أخرى تأكل الحشرة الأولى، وهكذا دون أن يتعب نفسه. أمريكا تمارس الشيء ذاته الآن، تجند هؤلاء الناس كما جندت إيران هؤلاء الناس في العراق لاغتيال أهل السنة والجماعة. هذا الرجل الصالح أقرأ كلمات له وكأنه يستشعر هذه الخاتمة لنفسه. يقول في كتابه أحسن الفرائد على شرح العقائد، يقول: الكتاب المسمى بشرح العقائد، ولقد دعت جلالة هذا الكتاب أن أشرح بعض ألفاظه وأبين بعض نكاته بمقدار يسره الله لي بمنه وفضله، مع تشتت الحال وتقطع البال بفراق الأحبة وتلاطم أمواج فتن كفرة العالم في قيادة أمريكا هجوما على وطننا أفغانستان، فنرى الطالب يوما في الدرس وغدا في المعركة، وبعده ننعاه شهيدا. فالمرجو من الإخوان عفو الخطأ والنسيان.
تحدثنا عن طالبان سابقا وكيف شوهت صورتهم بشكل منهجي. لماذا؟ لأنها أول إمارة إسلامية حقيقية بعد سقوط الخلافة. بعد أن سقطت خلافة المسلمين قامت أشكال وألوان وأنظمة حديثة وتنظيمات للوهابية وإمارات هلامية وأشياء من هذا. الآن دولة أثبتت وجودها في الساحة العسكرية، كما أثبتت قدرتها على إدارة البلاد، واستطاعت رغم الإمكانيات البسيطة ورغم الحصار الهائل لها من كل الأطراف، ورغم العقوبات المفروضة من أمريكا، ورغم ربع قرن خاضها هؤلاء الأبطال في جهاد المستعمر الأمريكي، وقبل ذلك يعني هؤلاء كانوا يقاتلون روسيا، يعني ما ارتاحوا، يعني هذا البلد حوالي نصف قرن في حال قتال. رغم كل تلك الأهوال استطاعوا يعني المحافظة على أنفسهم وكيانهم. لا أحد يريد أن تكون دولة سنية. لماذا؟ الجواب عندكم، أنا أقول لكم لماذا. لأنهم درسوا ولم تدرسوا. هم درسوا تاريخنا وأنتم لم تدرسوه. هم يدرسون جيدا، علموا أن نور الدين الشهيد هذا الماتريدي الحنفي القادري الطريقة قاد جيوشا واستلم الحكم وأقام العدل في بلاد المسلمين حتى قيل عنه الخليفة السادس الراشد السادس، يعني عمر بن عبد العزيز الخامس، نور الدين الشهيد هو السادس، قيل عنه هذا الإمام العادل السادس. أمضى حياته في الجهاد في سبيل الله وفي إذلال الفرنجة، وكان هدفه المسجد الأقصى. ودرسوا سيرة صلاح الدين الأيوبي الأشعري الشافعي القادري الذي أذل الفرنجة في معركة حطين وأخرجهم صاغرين أذلة من بلاد المسلمين وحرر بيت المقدس. فهم يدرسون تاريخنا جيدا ويقومون بسياسة الاحتواء لكل محاولة. ألا ترون لماذا يتساهلون مع الوهابية ويتساهلون مع الشيعة؟ لماذا لا يراد لأي كيان سني أن يكون له وجود؟ أنتم تعلمون جيدا يا جماعة أن دولتنا التي ذهبت آخر دولة لنا كانت الخلافة. ما في عندنا دولة الآن. أهل السنة والجماعة ليس لهم دولة. يوجد دول تدعم الفرق، كل فرقة من الفرق العلمانية الأكثر يدعمها، الشيوعية كان لها دول، النصارى لهم دول، الشيعة لهم دولة على الأقل، الوهابية لهم كيانات ودول. أين السنة وأهل السنة؟ لا يوجد. لماذا؟ أحد الشيوخ الأكراد قبل أيام التقيت به يريد أن يفتح لي الملف القومي الكردي. لماذا لم يعطونا دولة؟ نحن الأكراد أعطوا العرب دول، وأعطوا المعرف إيش الترك دولة، وأعطوا كذا وكذا. قلت يا أخي ليس عندنا عرب وكرد، عندنا إسلام وكفار، ما في عندنا القصة هذه. حاول مرارا أن يفتح الملف، حاولت إغلاقه بشدة. لا أحب أن أفتح الملف القومي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول دعوها فإنها منتنة. ما في عندي دولة علمانية كردية أو دولة علمانية عربية أو دولة علمانية تركية، لا فرق عندي أنا في هذا. كل هذا لا يمثلني. يمثلني من؟ يمثلني المسلم. فالحقيقة ليست قضية أكراد، وقد يأخذ أكراد دولة، ربما يأخذون ليستخدموا في زيادة التمزيق لهذا الجسد الإسلامي. ولكن الخطر الأكبر، انظر جيدا، لا يوجد دولة واحدة لأهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنهم درسوا تاريخهم ويعرفون الخطر الأكبر الذي يتهدد البغي بعد أن أسقطوا خلافة المسلمين ب100 سنة. آخر خليفة لنا كان
عبد الحميد الثاني، نعم هو آخر خليفة، الذي بعده هذا خليفة شكلي. عبد الحميد الثاني السلطان عبد الحميد كان حنفيا ماتريديا شاذليا، وكان يخطط ويفكر، في عقله رأس يفكر ويعلم الأمور منتظمة، لأن العقيدة تنظم العقل ويعرف الإنسان عدوه الحقيقي. تسليط هذه الكائنات من أجل إضعاف أفغانستان حتى لا تكون دولة سنية في هذا المثلث الخطر. هذا مثلث خطر جدا جدا. إيران من جهة وهي تتربص بأهل السنة، الصين من جهة أخرى وهي تحتل أرض المسلمين تركستان الشرقية، وروسيا من جهة أخرى ذات التاريخ المرير في قتل المسلمين وقتالهم. لا يراد الاستقرار لأهل السنة في ذلك البلد، فحسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله لهذا الشهيد القبول، ولسنا بحاجة أن ندعو له، إنما نسأل الله تعالى بجاهه أن يستأصل ذلك الفكر الذي قضى عليه وأضعف أهل السنة بمقتل عالم من علمائهم رضي الله عنه وأرضاه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.